النظام الجزائري يصاب بالسعار. هاد الأخبار اللي كنسمعوا مؤخرا غادي نهضروا على انسحاب ديال فريق اتحاد العاصمة الجزائري، ولكن الخبر الخطير وهو اعتقال بن سديرة المعروف بعدائه للمغرب، اللي كيقيل يسب في المغرب. دابا تم القبض عليه في باريس لأنه كان مخطط باغتيال معارضين جزائريين وتلبيق التهمه للمغرب. غادي نهضروا في التفاصيل ديال هذا الموضوع، ولكن قبل غادي نسمعوا المدير الرياضي اللي كيأكد ديال فريق اتحاد العاصمه، اللي كيأكد باللي اذا فريق اتحاد ناضت بركان دخل بالقميص ديالو بالخريطه ديال المملكه المغربيه فغادي ينسحبوا، لا هو ولا المدير. سمعوا التصريح ديالو ونمشيو للتفاصيل. غير هو لايكات ديالكم كما العاده، البارطاج مع الاحباب والاصدقاء، عطيونا الاراء ديالكم في التعاليق. مشيو للتفاصيل الخوت. هادشي جد خطير، الطبل تقلق الخوت. من بعد تراكموا بزاف ديال الاخبار فيما يتعلق بالدوله الجزائر، فبقينا كنسمعوا هاد الاخبار، وهذا الشيء اللي ما كناش معتادين عليه. بن سديرة هو كما قلت لكم معروف بالعداء ديالو للمغرب والشعب المغربي، وهذا بالخرجات ديالو اليوميه هو واحد اخر. المهم اليوم غادي نهضروا على هذا، وهنا غادي نرجع لديك ما ربما لان المنطق باش اغتيال الجزائريين ونلبقوها للمغرب. انا نوصي اذا فكرتي مزيان تقول ما ربما مغاربه، باش يتقال على ان المغرب ما كيحترمش الحريه ديال التعبير وكيسالي مع دوك الناس اللي كينوضوا يعارضوا هذا الى اخره. واش تفهمنا؟ المهم بقاو معايا باش نشوفوا التفاصيل الكامله. هذا الشيء خطير صراحه، وجل الصحف كتتكلم على الاعتقال ديال هذا الذي يدعي على انه صحفي واعلامي. المهم تبعوا معايا الخوت. العودة مبرمجة وسنتنقل يوم الجمعة إن شاء الله. إلى بنفس القميص سننسحب. القميص قضية مبدأ وقضية سيادة وقضية مش نقول لك هذيك ما تراجعوش عليها، هذيك مفروغ منها. كما سمعتوا خوتي المغاربة والجالية المغربية في كل مكان، سلام الله عليكم وتحية طيبة للجميع. هذا كان المدير الرياضي ديال فريق اتحاد العاصمة الجزائري اللي كيأكد في التصريحات ديالو، وحتى الرئيس ديال الفريق، على أن فريق اتحاد العاصمة الجزائري سينسحب في حالة فريق نهضة بركان دخل بالقميص اللي فيه الخريطة ديال المملكة المغربية الشريفة. ما يقدروش يتراجعوا في التصريحات ديالهم، هما مصرين على القرار ديالهم، هو انه ما غاديش يلعبوا، والا فغادي تنتظرهم عقوبات من النظام الجزائري، اللي اصلا هما ما لعبوش المقابله بالتعليمات من النظام الجزائري. كما قلنا في الفيديوهات السابقه، المتضرر الكبير هو الفريق والانصار ديالو. واش تفهمنا الخوت؟ ماذا اصاب هذا النظام؟ غادي نهضروا على هذا الموضوع، وكما كنقولوا بالدارجه ديالنا هذا الشيء اللي واقع النظام الجزائري نقدروا نقولوا ان الطبل تقلق. الطبل في الدقه الاخرانيه ديالو من كيبغي يسالي. تراكمت عليهم بزاف ديال الحوايج. الاعلان ديال الاستقلال ديال جمهوريه القبائل بشكل رسمي، كذلك الحسم فيما يتعلق بالصحراء المغربيه. الامر محسوم، ولو ان الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه حتى يرث الله الارض ومن عليها. لكن اضاف القبض على الاعلامي او الصحفي بن سديرة، اللي تم القبض عليه نهار اليوم بباريس. والسبب شوف هنا الكاف مرة أخرى يصادق على قميص الخريطة، وأصلا مصادق عليه من الأول بالي. والكاف حتى هو ما يقدرش يتراجع في الاعتراف ديالو بالقميص ديال الفريق، وإلا فهنا الكاف اللي غادي يكون مشكل. الكاف عارف ان القميص هو اصلا الاتحاد الدولي لكرة القدم مصادق عليه، هو في الخريطة، هو في المتحف الدولي في ديال الفيفا في سويسرا. حنا شفنا فيديو الكاف ما غاديش يتراجع على القرار ديالو باش يرضي الاتحاد الجزائري لكرة القدم. اذا الامر محسوم. غادي نهضروا على هاد جوج ديال الحوايج، غير هو كما العاده اللايكات ديالكم لابد منهم الخوت اذا بغيتوا فضلا وليس امرا. وغادي نمشيو نشوفوا التفاصيل ديال القبض. اذا الموضوع ديال نهضه بركان بدون ما نزيدوا نناقشوه، الامر محسوم.
يعني هاد الناس واش كتظنوا على انهم غادي يتراجعوا في القرار ديالهم في حالات وهو الفريق ديال كرة اليد يعني للشباب في البطولة العربية وانسحب؟ عاد هادو يعني داك الروينه وداك قرباله وداك البلعه ديال التدوينات وهذا، وفي الاخر غادي يرجعوا داك الموقف كامل وداك جقلاله كامله ويتراجعوا. كتظنوا نتوما لا صافي الامر محسوم؟ يعني كانوا كينتظروا ان الكاف يعني يكون له قرار اخر، وهذا الشيء راه كان مستبعد، وما يعني تبعوا البروتوكول، خصهم يجيو الاوتيل التدريب ما يمكنش ما يجي، ولكن هما عارفين ومتاكدين انهم ما غاديش يلعبوا المقابله. واش تفهمنا؟ هما يعني عندهم ابعاد، يعني كيفكروا في شي حاجه يعني بعيده او كيخططوا لشي حاجه بعيده. وهاد الناس كما قلت لكم راه هاد الشيء اللي وصل ليه النظام الجزائري فراه جد خطير، وخير دليل هو القبض على بن سديره. فالي وهذا تحذير. وهنا انا عندي الشكوك ديالي، فان المقال اما المقال ماشي هو هذاك المقال، هو المصدر ديال الخبر هو صحيفه انتليخنت او انتليخنت شي صحيفه فرنسيه. المهم شوفوا هنا باش ما نخربقوش المواضيع. المصادقه على قميص الخريطه ديال فريق نهضه بركان. اذا فريق نهضه بركان غادي يدخل بالقميص ديالو بالخريطه ديالو، فريق اتحاد العاصمه غادي ينسحب، والا فراه غادي يعملوا الضحكه والشوهه. وما كنظنش ماشي مستبعد، لكن انتم سمعتوا واش الرئيس والبورتابوس اللي هو المدير يعني الناطق الرسمي ديال الفريق وهذا كلهم لا وما نلعبوش وهذا وحنا عندنا السياده وما نبغيوش المساس في السياده وهذا، وفي الاخر يدخلوا يلعبوا بلا نو. واش نتوما كتظنوا؟ واذا كتظنوا انهم يلعبوا، المهم نتوما عطيونا الاراء ديالكم في التعاليق. نشوفوا دابا هذا الخبر الكارثه. فالي الشرطه الفرنسيه تعتقل اعلاميا جزائريا بسبب تخطيطه مع مخابرات بلاده لجرائم واغتيالات لمعارضين ليتم إلصاقها بالمغرب. هنا ملي كتسمع يعني معارضين، ما نعرف انا هذا التفكير ديالي، احتمال انهم يكونوا معارضين مغاربه. اذا خلينا اغتيال معارضين جزائريين فقط، ولكن هنا كيضيفوا باش يعني ينسبوها للمغرب. نصي نتوما قولوا لي واش عندي الحق او لا غير كنخربق. اذا كانوا باغيين ينسبوها للمغرب فهذاك يعني مغاربه، وعاد كيقول بلي هو ماجين هنا لبرشلونه، ماجين هنا لاسبانيا، يعني داخل اسبانيا، وكان عندهم شي مشاكل وكيهضروا على مؤثرين يعني يوتيوبرات ويعني تيك توكر هنايا ولا بوينو، يعني الناس اللي كيهضروا على هادو كيقولوا معارضين وكيقولوا جزائريين هنا في اسبانيا كاينوا هما يعني فرنسا سي وفي دول اخرى، ولكن هنا في اسبانيا ما كاينش جزائريين. وهنا يعني هنا أنا البال ديالي كيمشي باللي هما كيهضروا على مغاربه، معارضين المغاربه، باش كيقولوا هما كيخططوا باش يتم هذا يساليو مع هادو اللي هنا المعارضين كنظن. ولكن في المقال جاب اللي هما معارضين جزائريين، ولكن كيفاش غادي ينسبوا معارضين جزائريين للمغرب؟ اولا يقولوا باللي زعما المغرب يعني سال مع الجزائريين باش والمغرب يتهم الجزائر باللي هو كيسالي مع. المهم انا كاينه واحد اللخبطه. بالي على هذا الشيء انا دائما كنقول، ومؤخرا يعني نزلتها في واحد التدوينه باللي هذا الشيء اللي تبع يعني هاد الناس هادو راه في خطر. فالي لا يجي واحد الوقت وقلتها وكررتها راه يساليو منك ويلوحوك بحال شي كلينكس. بالي ويقدروا يستغلوك، لان كتبقى ديما متابع ومهدد، وهذا ديما في واحد يعني ما كاين لا استقرار، ما كاين عايش الرعب، ما كاينش الحلاوه ديال الحياه كما كنقول، يعني اللي كيدخل راسو في هذا التخربيق هذا. واش فهمنا؟ وذاك النهار انا نزلت واحد التدوينه وهي هذيك جات، يعني فعلا اللي كيبيع ويخون الوطن ديالو يعني كالذي يسرق من بيت ابيه وكيعطيه اللصوص. لا الاب ديالو او العائله ديالو غادي ترضى عليه، ولا اللصوص يعني غادي يجازيوه، يعني حتى وحده من هذه بجوج، لا الاهل ولا الوطن ولا الاب ولا الام ولا هذا غادي يرضيو عليك، ولا داك اللصوص غادي يكافئوك. وغادي يجي واحد الوقت
يعني من غادي يستعملوك وهذا وغادي تبقى واحد الورقه يعني مع هذا، فغادي هذا ويصيبوك وما ربما يعني. المهم كل واحد كيعرف راسو، واللي خشى راسو كيقولوا ياك مع النخال كينقبوه الدجاج. هادشي اللي بغينا نوصلو. المهم هنا يعني تم نقراو المقال باش نفهموه كاملين. المقال كيقول كاين يعني جوج الصحف يعني كتكلم عليه هنا. اسكاندالو انترناسيونال ارخيلينو يوتيوبر ريفوخيادو. بون نقراوها هنا كاينه يعني جميع الصحف تكلموا عليه. هنا بناء على معلومات دقيقة قدمتها المخابرات المغربية للسلطات الفرنسية، وقفت الشرطة الباريزية اليوم سعيد بن زديرة المتورط في التواصل مع عملاء جزائريين بفرنسا من أجل التخطيط لاغتيال معارضين جزائريين وتلفيقها للمغرب. يعني كاين جوج ديال الاحتمالات، هما جزائريين ويتهموا باللي المغرب زعما يتهم الجزائر حسب يعني المخطط ديالهم، يتهم الجزائر على انه زعما ما كيحترمش الحريه، ويلبقوها زعما المغاربه على انهم اغتالوا الجزائريين باش يلصقوها بالجزائريين على انهم ما كي يعني يحترموش الحريه التعبير هذا الى اخره، او لا العكس صحيح، او لا مغاربه بالي باش عاود الجزائريين يقولوا باللي السلطات المغربيه او كما كيسميوها هما المخزن المغربي يعني يغتال يعني المعارضين ديالو. واش تفهمنا الخوت؟ كنظن بدون ما نطول عليكم بزاف الموضوع واضح. هاد الناس يعني مشى لهم العقل صافي، يعني مؤخرا كنشوفوا من بعد هاد الشيء اللي واقع سواء مع فريق نهضة بركان، هاد الخبر هذا جديد يعني هاد الشيء فراه جد خطير. الخوت انا ما نطولش عليكم بزاف، نهاية أسبوع موفقة، تهلاو في راسكم، ليلة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.